السلام عليكم. بنتكلم اليوم عن أهم الأحداث في الجولة السادسة وصعوبة فوز الاتحاد على الأخدود واكتساح الهلال لنادي الرياض وأهم الأحداث الفنية والتكتيكية للفريقين. حلقة مهمة وبإذن الله حلقة تنال على إعجابكم ورضاكم. لا تحرمني عزيزي المتابع بالاشتراك في القناة، ولا تحرمنا من اللايك لانتشار المقطع لأكبر عدد ممكن، والأهم تعطينا تعليقك ووجهة نظرك سبب صعوبة فوز الاتحاد وأيضا اكتساح الهلال لنادي الرياض. والأهم من كل شيء وقبل كل شيء صلوا على سيد البشر حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وزيد وبارك. نخش على طول. فاز الاتحاد بصعوبة على الأخدود. مدرب الأخدود خش على الورق بتشكيلة كلاسيكية 5-4-1، شكل كلاسيكي صريح، وأيضا نونو سانتو دخل ب5-4-1. وإذا كانت الكرة مع لاعبين الاتحاد يتحول الرسم إلى 3-4-3، ولكن داخل أرضية الملعب التطبيق كان سيء، كان في عشوائية في الملعب. مدرب الاتحاد نونو سانتو جرب أكثر من رسم تكتيكي في المباراة، ولكن كان في صعوبة بسبب تنظيم الأخدود. الأخدود فريق بدنيا جيد، لياقة لاعبين الأخدود كانت جيدة، والفريق كان تكتيكيا جيد. صعب المباراة على الاتحاد وأجبر الاتحاد على العشوائية، حتى لما يسجل الهدف بصعوبة ومعاناة كبيرة. الأخدود كان ممتاز في إغلاق المساحات وعمل بلوك دفاعي محكم، وكان يعمل بلوك متوسط في وسط الملعب. الأخدود كان مقفل الملعب على الاتحاد. نادي الأخدود كان عندهم جراءة في الضغط العالي على الاتحاد، ضغطهم كان مرتب وبأفكار، عارفين متى يضغطون ووين وكيف. أبدا ما كانوا يضغطون بعشوائية، كانوا ممتازين في الضغط العالي وأيضا في البلوك المتوسط والبلوك الدفاعي. تعبوا لاعبين الاتحاد. يعني مدرب الأخدود أبدا ما كان معتمد على 5 مدافعين بس، وما كان معتمد على الأربعة اللي قدامهم. الفكرة أبدا ما كانت أحط لاعبين يدافعوا فقط، واللعب على المرتدات، وإذا قدرت أسجل أقفل إلين تنتهي المباراة. لا 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 لا، كان العناصر اللي في الملعب كانوا يدافعون ويضغطوا بأفكار، سببوا معاناة للاتحاد في التدرج والخروج بالكرة. نجيب الاتحاد، نتكلم على 7 لعيبة خصائصهم دفاعية، 5 مدافعين وكانتي وفابينيو. صح، كانتي وفابينيو يقدروا يلعبوا للأمام، بس أبدا ما هم لعيبة خلاقين. لعيبة ممتازين في الدفاع والضغط العالي والعكسي وافتكاك الكرة، بس أبدا ما هم خلاقين للفرص وصناعة اللعب والتحكم في وسط الملعب. مدرب الاتحاد كان من المفروض يبدأ ب4 مدافعين، وعندك كانتي وفابينيو. إذا حاب تقفل يقدروا يقفلوا لك الملعب. كان من المفترض يبدأ هارون كامارا اللي نزل وحرك الفريق وصار يطلب الكرة في المساحة. كان ممكن يكون موجود في بداية المباراة. كلنا نعرف ان كريم ما هو لاعب تثبته داخل منطقة الجزاء وتخلي الفريق يشتغل عليه. كريم من نوعية المهاجمين ما يحب يكون ثابت في منطقة الجزاء. صح، كريم لاعب 9، لكن خصائصه لاعب 9.5. هو دائما يحب يتحرك حول الأطراف وبعدين يخش للعمق ويسجل. كان من المفترض يلعب هارون مع كريم في الصندوق، لأنك تلعب مع نادي صاعد من درجة أولى ولاعب أمامهم ب7 لعيبة خصائصهم دفاعية. تركيبة الفريق أبدا ما كانت جيدة في الملعب، كان في عشوائية، وأيضا ما كان في زيادة عددية في العمق، والأظهرة إذا وصلوا للثلث الأخير للخصم كانت الأوفرات سيئة. السبب ما كان في كثافة عددية في الصندوق، ولكن الاتحاد ومدرب الاتحاد يعرف كيف يفوز حتى لو ما كان جيد في الملعب. ألف مبروك للاتحاد وجمهور الاتحاد هذا الانتصار المهم، وهارد لك لنادي الأخدود. لا تنسونا من اللايك ليصل المقطع لأكبر عدد ممكن، والاشتراك في القناة لتطوير المحتوى. الآن نخش على مباراة الهلال والرياض. الهلال اللي اكتسح الرياض، الهلال اللي استعرض قوته وفاز بنتيجة كبيرة جدا 6-1. الهلال لعب أفضل مباراة له في الدوري. يمكن من فترة طويلة ما شفت الهلال لعب مباراة بهذا الأداء القوي. بغض النظر عن الخصم، شفنا الهلال في الموسم اللي راح كان يفوز بصعوبة، لكن الآن نتكلم عن سحر في الملعب وجودة عالية جدا وأفكار جميلة وتنظيم أجمل. مباراة كبيرة جدا، مباراة فيها شيء كبير من المتعة للهلال. جيسوس دخل المباراة برسم 4-2-3-1. لعب الهلال ب2 سافيتش ونيفيز
في وسط الملعب كمحاور. شفنا مالكوم يلعب خلف المهاجم وسالم وميشيل أجنحة. جيسوس لعب المباراة بنفس الأفكار، الأظهرة يطلعوا قبل صعود الكرة والسناتر الاثنين يفتحوا على الطرف وينزل نيفيز وسطهم عشان يصعد الكرة. كان نيفيز بيربط مع سافيتش، وسافيتش كان على طول ينقل الكرة للطرف اللي يلعب فيه ميشيل أخذ ما يقارب نص ساعة، هو مفتاح اللعب للهلال في الثلث الهجومي، خلخل دفاع الخصم والمراوغات وصناعة لعب. شفنا كيف كان عنده الجرأة والشخصية، كان فايق ويبغى يلعب ويتمتع بمهارته. قدر يتحصل على ركلة جزاء وينفذها متروفيتش. نجيب سافيتش ونيفيز كانوا واقفين بهدوء في الملعب، كان في انسجام وتنوع في الأداء وصناعة اللعب، وكان يساعدهم مالكوم والأجنحة في الخروج بالكرة. إذا ضغط الخصم ضغط عالي كانوا هادئين وما كان في تسرع في اللعب. وبداية من الشوط الثاني وبعد تبديلات نادي الرياض اللي سحب فيه لاعبين من وسط الملعب، قرر جيسوس يشرك النجم اللي جمهور الهلال ينتظره يلعب أول مباراة بقميص نادي الهلال، الساحر البرازيلي نيمار. لاعب عنده كثير من الأفكار في الملعب، لاعب يقدر يصنع الفرق في أي فريق يلعب فيه، لاعب ما يحتاج مدرب يقود أفكاره، هو يقود أفكاره بنفسه، لاعب خلاق في الثلث الهجومي. ومجرد نزول نيمار تغير الملعب وفكك وسط ملعب الخصم. شفنا ثنائيات وتنوع في الهجمات واختراقات وأهداف. بعد نزول نيمار ارتفع الرتم، كأن الهلال مهزوم يبغى يرجع في النتيجة. نيمار بسم الله ما شاء الله بعد نزوله ساهم في 3 أهداف، أثر في نتيجة المباراة بشكل غير مستغرب من نجم بحجم نيمار. الهلال تفوق مهاريا، تفوق عدديا، لاعبين الهلال تحركهم في الملعب بدون كرة كان ممتاز جدا. تشعر ان الخصم يلعب ناقص والهلال يلعب بأكثر من 11 لاعب في الملعب. ألف مبروك للهلال هذا الأداء الجميل، وألف مبروك لجمهور الهلال هذا الفوز الساحق والاستمرارية في الانتصارات. أتمنى إني وفقت في الطرح، وإذا عجبتك الحلقة يا الغالي وحاب تعطينا دعمك لتطوير المحتوى الأفضل، لا تحرمنا من اللايك والاشتراك والشير للحلقة، والأهم تفعيل الجرس ليوصلك كل مقطع جديد. والسلام عليكم.